تعرف إن في ناس أقل منك كفاءة بس أشهر؟ عارفة إن الجملة دي بتوجع، بس الأوجع منها إنك تبقى شاطر جدا في المنطقة بتاعتك بس محدش واخد باله منك. ليه؟ لأنك ساكت، لأنك مستني الناس تكتشفك زي الكنز المدفون. أنا علا عصام، ودي سلسلة فيديوهات قررت أورط فيها نفسي في 3 جوانب: نفسية وجسدية وعقلية، علشان أطلع أحسن نسخة منها خلال 90 يوم. أنا كنت كده، فاكرة إن التسويق فشر، وإن اللي بيطلع يتكلم عن نفسه ده بيحب الأضواء أو متصنع. بس الحقيقة اللي ساكت بيتنسي، واللي بيظهر بيتشاف. قعدت فترة طويلة بشتغل ورا الكواليس، بقول الشغل الكويس هو اللي بيتكلم عن نفسه، بس اتضح لي إن ده كلام حلو بس مش حقيقي. الشغل الكويس محتاج صوت، محتاج منصة، محتاج حد يقول للناس أنا هنا وده اللي بعرف أعمله. علشان كده اتعلمت أتكلم، أظهر، أقدم نفسي. مش غرور، دي مسؤولية تجاه حلمي وتجاه اللي ممكن أقدمه للناس. كل مرة بتختفي بتخسر فرصة حد يشوفك، حد يؤمن بيك أو يفتح لك باب جديد. دلوقتي أنا بتكلم عن شغلي وبحكي حكايتي، مش علشان أبان، لكن عشان أبدأ أخد مكاني بدل ما أسيبه لحد تاني أقل مني بس أجرأ. لو عندك قيمة اخرج وقولها للناس. اللي بيتكسف ما بيتعرفش، واللي بيتكلم بيوصل.